هذا الكلام للأسف من مسؤول، وهنا أتحدث مش عن مسؤول بصفتي مسؤولا في ناديه، ده مسؤول أمني كان ويعلم خبايا الأمور، يقول لك هو الأهلي ليه ما بيلعبش الإسماعيلية؟ يقولوا له الأمن يقول لهم ماليش دعوة. ماليش دعوة؟ أمال مين اللي له دعوة؟ ده أنت المفروض ترد على كل الناس بصفتك شاهد وملم ومدرك ومسؤول، إن يا جماعة ما تدخلوش الموضوع ده في قضية أهلي وعدالة، دي مسألة قتلت بحثا وترد عليها 100 مرة. وكنت أتوقع منه يقول أنا مسؤول وشاهد، يتحول إن ملوش دعوة. واشمعنى في ذات الوقت نجد انقضاض على فكرة المؤجلات مرة واحدة، ومن ناس عاشوا السنين اللي فاتت كلها في ظل مؤجلات كانت تطول كل الأندية، والأهلي طبعا لأنه هو اللي بيكمل كان أكتر نادي بيتأجل له. ونفس النغمة، فين العدالة؟ الأهلي يلعب 7 ماتشات وبعدين شوف بقى الملح على الجرح، الأهلي يكسب 5، أقوم أنا يا كريم يا حسن يا شحاتة اللي سقفنا لك لحيادك كتير ألاقي تخريج عبقرية. هو البلدية لعب كم ماتش والأهلي لعب كم ماتش في الدوري؟ وفين العدالة؟ واستضيف مسؤول في البلدية كأني أريد أن يقول ما يخدش المسابقة ويخدش العلاقة مع الأهلي ويخدش هذه المباراة تحديدا ويجد لها مبررا. وكأن الحياد اللي أشدنا به عبر السنين الماضية كان هو حياد نتيجة ظرف خلاف مع أشخاص، مش حياد مبدئي، مش ده مبدئي وتمسك به. وتجد هذا الأمر متكرر من صفحات كلها ليها نفس الانتماء ونفس التوجهات، وكأننا مقبلون يا أستاذ إبراهيم على حملة وبعدين يكلموك عن الروح الرياضية والشعللة. ايه اللي بيشعلل؟ هذه القضايا الجدلية الواضحة اللي نبتدي نفجرها وكأن هناك محاباة للأهلي. أنا فكرت كتير، احنا في موقف يعني هل مطلوب مننا أن نفرط في حق الأهلي عشان يبقى يعني تمام التمام وكويسين؟ احنا قلنا ما حدش يجيب سيرة التاني، خلونا نعدي بقى في المرحلة دي وكل واحد ينشغل بناديه ويطلب لناديه اللي هو عايزه. يعني انا افهم اقول ايه؟ والله انا مش عارف ايه، مش عاجبني ان انا اروح في الاجواء دي. قول اللي انت عايزه، قول واطلب اللي انت عايزه. الزج بالاهلي وعدم العدالة هذا حق يراد به باطل لتكريس الفجوة الخلافية بين الاهلي والاسماعيلي ولتكريس الشعور بعدم العداله، وهذا غير حقيقي لان هم بيطعنوا في البطولات اللي خدوها. اذا كانت البطولات اللي فاتت لا تشهد عداله، الله ما الثلاث سنين اللي فاتت دول كسبان 2 الدوري و2 كاس، والاهلي كسبان دوري وكاس و2 سوبر. يعني بتاخد بطولات اهو في ظل الاجواء اللي انت معترض عليها. يبقى مين الذي يدير بالورقه والقلم؟ استاذ ابراهيم ارجو ان احنا نرد على هذا الكلام، واحنا لا نثير هذه القضايا الا لوأد هذا التوجه مبكرا، ويردوا علينا بالموضوعيه اللي هنتحدث بيها، ارقام ضد ارقام وحقائق ضد حقائق، لان مش عايزين نلجأ لاسلوب المزايدات بتاع الاول. طيب دي كانت استهلاليه جامعه لمضمون حلقه النهارده اللي فيها 3 عناوين مهمة. خد بالك يانج مش صغير. المهندس عادل القيعي ونفس الكلام اللي قلناه ردا على احمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك. انت مسؤول، ما انتاش مسؤول. انت راجل عارف ان النادي الاهلي ما بيلعبش فيه الاسماعيلية علشان حاجة امنية. حضرتك الاهلي جاهز يلعب في الاسماعيليه، والاهلي ما بيخافش يلعب في اي مكان، لكن هات انت الموافقات الامنيه، والنادي الاهلي على اتمه الاستعداد وعلى اهبه الاستعداد ان هو يروح
يلعب في اسماعيليه ما عندناش اي مشكله. كسبنا اسماعيليه قبل كده في قلب اسماعيليه 6-3 ما عندناش اي مشكله. النادي الاهلي كبير، والنادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي لو ما بيلعبش في اسماعيليه فعلشان حاجه امنيه، ده حاجه عند الامن. هات الموافقات يا احمد يا سليمان وانت راجل امني، والنادي الاهلي ما عندوش اي مشكله يلعب في اسماعيليه زي ما قال مهندس عادل القيعي. حاجه ورد جميل جدا من المهندس عدلي القيعي.